تعرفي ليه عبد الباسط حموده مثلي الاعلى؟ هقول لكم ليه. زي ما ماكدونالدز بنعرفه لما نلمح الام الصفراء بتاعته، والدوناتس بنميزه لما نشوف الكرشين بتوعه، عبد الباسط حموده برضو تقدر تميزه. وقصته المسبسبه وسلاسله الكتير. لو نجوى كرم شمس الغنيه العربيه، فعبد الباسط حموده هو حكمدار الاغنيه الشعبيه. على الرغم ان عبد الباسط حموده راجل تقيل، الا انه في الحب هش مثل الويفر. لما نلاغيك يا ولا كمان انت لاغي. وهنا عبد الباسط حموده بيطلب الاهتمام علشان هو عارف هو عايز ايه وبيعمل ايه. مش زي الكتكوت بتاعك اللي مش عارف يحدد العلاقه رايحه بينا فين. هبقى جوز امك يعني؟ قول لي انا بقالك ايه. بصوا، عبد الباسط حموده واضح وضوح الشمس في اغسطس. ما هو اصل يا عطا الشق اخده عطا. عبد الباسط مش بس طلب الاهتمام، لكن ده شرطه ان هو يكون مناوله مش مقاوله. عبد الباسط حموده على الرغم انه عبد الباسط حموده، الا انه لما بيزعل مش بياخد الصمت وسيله للتعبير عن زعله زي اي راجل، لكنه بالشياكه بيخبط خبطتين. تسمحوا لي اقول لكم انا قلبي شايل منكم وخلاص. خلص تعالى نقعد نتعاتب. ما عندوش مشكله انه يرفع ايده ويقول انا مقموص هنا يا جماعه تعالوا صالحوني. راجل دغري ما بيحبش يضيع وقت في الزعل. عبد الباسط حموده فنان شفاف، بمعنى ان عبد الباسط الفنان هو عبد الباسط الانسان. في لقاء حصري عصري مع اليوم السابع قال ان ام رامي هي كل حياته. الفنان كمان تقدمي ومش مقفل. المذيعه طلبت تشوف ام رامي، راح لف نص لفه يا ام رامي يا حاجه، فام رامي جت عادي ضاربا بالذكوريه عرض الحائط والحوائط كلها. في لقطه زي دي ممكن يرفضها فنانين كتير على الرغم ان هم بيدعوا الثقافه والانفتاح، لكن عبد الباسط شايف ان هي شريكه الرحله، فليه يقول لا؟ تعالي يا حاج. عبد الباسط ما عندوش مشكله يقول لا معرفش مش متابع بره عني اصلا وانا مالي. عبد الباسط بيحدد معاركه بوضوح وذكاء، علشان كده هو حبيب الكل. ولما سالوه ايه رايك في اللي حسن شاكوش عمله، قال لهم لا ما يقصدش، ولو قصد فهو عيل صغير شاب كلنا بنغلط. طب ازمه هاني شاكر والشباب الجديد يا عبد الباسط؟ والله ما اعرف، ما يلا نغني. هو عارف هو بيعرف يعمل ايه في الدنيا، هو جاي يغني بس. ودي حاجه كتير من المغنيين مش فاهمينها. مش معنى انك لما تفتح بقك صوتك يبقى حلو ان رايك ووجهه نظرك كمان هتبقى حلوه. دي غير دي وبتقفلي الناس منك. سامعاني؟ غني بس. عبد الباسط حموده ما بيتكسفش من اصله وعمره ما ادعى حاجه مش فيه. لما بيسالوه انت منين؟ منوفي، 77 وزير و4 رؤساء. عبد الباسط عرف يتلون مع المهرجانات وكمان عرف يتلون مع الراب. ده غير كده بيعرف يغني الطرب الجميل بتاع الزمن القديم. يعني لو قاعدين في عربيه انا وبابا واخويا والبطه دي وعبد الباسط حموده غنى، كلنا هنتبسط. فلو هنقيم عبد الباسط حموده فهو جامد فشخلات من 10. تسمحوا لي اقول لكم تعملوا لايك وشير للفيديو ده علشان الاهتمام بيطلب. عبد الباسط طلبه، انا مش هطلبه. اعملوا لايك وشير.